مساء الخير، أو يمكن لازم أقول مساء الرعب والغموض. الحلقة اللي فاتت دخلنا مع بعض عالم مرعب ومظلم عن الساحر السيد الحسيني الفلكي، والكارثة اللي حصلت لما قرر يستخدم تعويذة حقيقية في فيلم عاد لينتقم. الكاميرات سجلت حاجات غريبة ومش مفهومة، والناس شافوا الرعب بعينيهم، لكن اللي حصل بعد كده كان أخطر بكتير. النهاردة هنفتح فصل جديد من القصة دي، فصل مليان ألغاز ورعب عن موت السيد الحسيني البشع، والسر الغريب اللي لقوه في بيته، وازاي حياته انتهت بطريقة لا يمكن لأي عقل يتخيلها، وليه الناس لحد النهاردة بتقول ان موته ما كانش عادي، وانه كان عقاب من ملوك الجن ليه بسبب اللي عمله. لو عندك الجراءة والشجاعة الكافية تكمل حكاية النهاردة، يبقى قهوتك وحصلني على الأوضة. ليلتك سعيدة، أو يمكن مش قوي. لو ما اتفرجتش على الجزء الأول من القصة دي أنصحك تشوفها وتسمعها كويس، لأن اللي جاي هيكون تكملة ليها، علشان فيها تفاصيل وأحداث كتير خطيرة ومرعبة. ويلا بينا نكمل القصة. بعد إنتاج الفيلم ده بأيام بسيطة اتوفى واحد من طاقم العمل، وكان السبب مجهول. وبعد عرض الفيلم في السينمات لاحظ الجمهور حاجات غريبة بتحصل معاهم أثناء مشاهدتهم للفيلم، وطلع قرار ساعتها بعرض منع الفيلم مرة تانية في السينمات. وعايز أطمنك عزيزي المشاهد إن تم إزالة التعويذة الحقيقية من الفيلم ده، وسابوا بس بعض الكلمات اللي ملهاش أي تأثير قوي، فمحدش يقلق لو شاف الفيلم أو سمع التعويذة في الفيلم. زغرطوا يا اخوان، يا حتى زغرطي والنبي يا نساء. الله 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 الله، ايوه زغرطوا كده، زغرط يا عم سامحون. ورجع بعد كده الفلكي الحسيني يمارس أعماله في السحر والشعوذة بطريقة طبيعية جدا. ومن شدة تغوطه في السحر الحسيني راح لإبليس نفسه وعمل معاه مبايعة ومعاهدة سلام علشان ينصاع لأوامره، وكان الساحر الوحيد اللي قدر يشتغل في كتاب شمس المعارف الغني عن التعريف. لكن زي ما بيقولوا اتقلب السحر على الساحر، ومات الحسيني أبشع موتة ممكن يتخيلها عقلك، وما زالت لغز كبير لحد وقتنا الحالي. علشان في سنة 2003 يجي بلاغ للشرطة من واحدة ست بتقول إنها دخلت على جوزها في المكتب، لقيته ميت بطريقة غريبة. فلما دخل الضابط قال إنه شاف منظر عمره ما هينساه، وإنه شاف السيد الحسيني مرمي على الأرض وبقه مفتوح وعينه بارزة لقدام بشكل مفزع ومخيف، وكان لون جلده أزرق، وكان واضح عليه إنه تعرض لخضة وصدمة كبيرة ما قدرش يستحملها. وفي كلام كتير اتقال عن اللي شافه الحسيني قبل موته. ناس قالت إنه كان بيحضر واحد من أقوى كيانات وملوك الجن الكبار، وإنه ما قدرش يسيطر عليه فقتله. وده كان طبيعي بالنسبة للحسيني إنه يحضر الجن وكمان يتكلم معاه. وناس تاني بتقول إنه شاف ملك الموت بأبشع صورة ليه وهو بيقبض روحه، وده كان عقاب ليه بسبب اللي عمله في الناس من شر وأذى. وظهرت اتهامات بتقول إن زوجته هي اللي سممته وكانت سبب موته، كل ده علشان تورث كل أملاكه وفلوسه، لكن ما قدروش يثبتوا أي حاجة عليها وظهرت براءته. وللسبب ده قررت الشرطة إنها تفتش بيت السيد الحسيني. لقوا حاجات مرعبة وغريبة زي كميات كبيرة من أزايز اللبن ومناديل فيها دم، وصور كتير لشخصيات مجهولة ومشاهير ولاعيبة كورة كمان كانت مكتوب عليها طلاسم غريبة. وكمان لقوا كتب كتير جدا بتتكلم عن السحر وطرق تحضير الجن، ودي بتكون النهاية الطبيعية لأي حد يفكر يمشي في الطريق ده وإنه يبيع نفسه للشيطان. ورغم كل اللي حكيناه ده، إلا إن الطب الشرعي أكد إن الوفاة طبيعية وما فيهاش أي حاجة غريبة، وإنها مجرد أزمة قلبية مفاجئة. ودلوقتي جه دوركم تقولوا لنا تفتكروا إيه اللي شافه الفلكي الحسيني في لحظاته الأخيرة، وهل فعلا الجن هو اللي انتقم منه؟ وافتكروا دايما كلام ربنا عز وجل لما قال في القرآن الكريم: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قربوا من ربنا وحافظوا على صلاتكم وقراءتكم للقرآن الكريم علشان يكون ليكوا حافظ وحسن أمان قصاد أي سوء. وبس كده، دي كانت نهاية قصتنا النهاردة. لكن زي ما انتم متعودين معانا،
حكايتنا هنا في الأوضة ما بتنتهيش. أتمنى تكون مغامرتكم معايا النهاردة في الأوضة كانت ممتعة ليكم.